اهلا بيكم. انا اماني عبد الله، ودي سلسله علشان تعرفي ترضعي. علشان تعرفي ترضعي طبيعي محتاجه تعرفي ان انتي والبيبي بتستفيدوا من الرضاعه الطبيعيه استفاده مهوله. طبعا هي مفيده ليكي انتي وللبيبي سوا. تعالي نشوف للماما هتعملك ايه. انتي يا ماما هترجع رشاقتك، هتحميكي من امراض الثدي والمبيض وهشاشة العظام، هتقلل التوتر وتلاقي نفسك اريح واهدى شويه كتير عن الاول. كمان هتوفر عليكي شراء اللبن اللي بنحط فيه مبالغ خزعبلية كل 3 أيام وكل يومين وكل أسبوع. وأكيد أكيد هي بتبني علاقة قوية جدا 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 بينك وبين ابنك أو بنتك. فالبيبي وهو في حضنك بيحس بالأمان، بيحس بدقات قلبك وبيشم ريحتك، بيحس بحنان وبهدوء، وبيبقى في قمة السعادة. وكمان بيكون في قمة لحظة، يعني في قمة إحساسه بالدفء والحنان. هو مش بيحس إن انتي بتديله أكل، انتي بتديله كمية من المشاعر والتواصل والحب. مفيش حاجة في الدنيا هتعوضه غيرك انتي، لمسه لوشك وإحساسه إن هو في حضنك ونظرته وهو بيبصلك كده وانتي بترضعيه. وكمان انت بتبني ثقة ابنك في نفسه من أول لحظة هو بيتولد فيها، لما بيحس إنه هو في ماما بتدعمني، في ماما سنداني. اللبن الطبيعي كنز، كنز حقيقي. كلنا كأمهات لازم نبقى عارفين معناه وقيمته. مش هنمشي ورا الترندات لا انا مش عايزه، لا انا مش بقرا، انا بقرف، لا انا مش عايزه ارضع، لا ده صعب مش عايزه. مش بقولك ان اللبن الرضاعه الطبيعيه ما فيهاش تحديات، فيها تحديات وتحديات قويه في الاول، بس لو ثقفنا وتعلمنا بجد هنوصل ان احنا نمشي رحلة رضاعة جميلة وهادية، ونحس بفخر بنفسنا قبل ما نبقى فخورين بأي حاجة تاني، ان احنا مشينا بالبيبي دوت واكلناه وشربناه وحسسناه بالامان وبنينا شخصيته من اول لحظة نزل فيها في الحياة. تابعوني علشان تشوفوا الفيديوهات الجاية، هنبتدي نتكلم ونتعلم عن ايه في الرضاعة الطبيعية. مع السلامة.